السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن الحالة النفسية ومزاج الإنسان ومود الإنسان يا باشا. مودك بيتم التحكم فيه عن طريق مجموعة من النواقل الكيميائية موجودة في المخ. ده آخر ما وصل له العلم مع تركيبة المخ والعقل، هذه المكونات العجيبة التي لم يفهمها الإنسان بنسبة 100% ولا 50%. حتى إحنا نسبة فهمنا للمكان ده، العقل والمخ، مازال مصدر أسرار كبير أمام العلماء. طب إيه اللي بيتحكم في مودنا ومزاجنا؟ واحد، حاجة اسمها جابا. جابا دي الاسم الأجنبي، دي مادة لما بتقل يبتدي يجيلك توتر وقلة نوم وحركة كتير وهياج نفسي. المادة دي هي والميلاتونين مسؤولين عن هدوءك، عن استقرارك، عن قلة التوتر، عن نومك. هم دول بتوع الحاجات الهادية اللي في دماغ الإنسان. مادة جابا لو زادت قوي تبقى مشكلة، ولو قلت يجرالك زي ما قلنا من شوية. طيب وإيه تاني؟ السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين مسؤولين عن مزاجك وانبساطك وحالتك النفسية، ونقصهم بيعملوا اكتئاب شديد. طيب ازاي بيعملوا اكتئاب؟ دول لما بينقصوا ماشي، مخك بيبتدي يهني وكل نشاطك يقل وإقبالك على الحياة يقل وحبك للحياة يقل، لحد ما ممكن في حالات تصل الاكتئاب الشديد يصل للانتحار. حاجة اسمها resistant depression، بيبقى اكتئاب مقاوم للعلاج بأنواعه المختلفة. طيب الفيتامينز يا جماعة، قبل ما تروح لدكتور نفسي وتاخد العلاج، وزمايلنا دكاترة النفسية على راسنا، تخصص جميل جدا ماشي، بس أنا بقول قبل ما تروح لهم الأول تتأكد إنك باطنيا